اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. عايزه اقول لكم، بصوا، وحشتوني من السنه اللي فاتت للسنه دي، لان انا من اخر فيديو عملته من 8 ايام كان السنه اللي فاتت. فالسنه دي انا ما عملتش معاكم فيديوهات. تخيلوا بقى ان ده اول فيديو في السنه الجديده. اه والله العظيم انا مكسوفه منكم جدا، ومكسوفه ان انا طالعه اول فيديو على القناه يكون روتين. آه، يلا الحمد لله. لان انا عايزه اقول لكم ان اكتشفت ان القناه عندي شغاله في الروتين اكتر من بقيه الفيديوهات التانية. تمام تمام. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله ونصلي على الرسول كالعاده، زي ما احنا متعودين يا ساده يا اللي بتتفرجوا علينا. حبايبي واخواتي في الله، بحبكم جدا جدا جدا، وشكرا على كلامكم اللي بتكتبوه، وشكرا على الرسائل اللي بتجيلي منكم، وشكرا على الناس اللي بتشجعني، وشكرا على الناس اللي بتدخل تقول لي انت ليه مش بتشتغلي دلوقتي زي الاول. الناس اللي كنت بشتغل معاها والناس اللي مش بشتغل معاها وبتدخل تسأل عليا، ناس اعرفها وناس مش اعرفها. بصراحة كلكم ذوق وكلكم ناس محترمة، وكلكم ناس تحترم وتتقدر، وناس كلامكم على راسي. واللي بيقول لي كلمة، ممكن حد يخش يقول لي كلمة، آه، يعني يقول كومنت كده ينتقد مثلا بيني وبينه، مثلا يقول لي مثلا دودو انت عملتي كذا، لا ما تعملش كذا كده يعني، وهكذا. مش بزعل منه والله العظيم، ببقى فرحانه انه دخل يضيف لي معلومه جديده، مش بيسيء ليا، لا بالعكس، اللي بينتقدني ده بيضيف لي معلومه جديده. تمام تمام. بس ملناش دعوه بايه، بالحاجات بقى التانية. احنا خلينا في الناس الحلوه والناس اللي بتكتب كلام كويس وبتشجعنا وتقول لنا كمان اشتغلوا. تمام تمام. فقلت ابدا معاكم السنه كده على رغاوي ونظافه بقى وروتين وميه بقى وحاجات حلوه. تمام. ويوم بقى خفيف كده، وان شاء الله يكون الفيديو ما يكونش طويل عليكم. انا بحاول اعمل لكم فيديوهات قصيره والله، علشان برضو ايه، تشاهدوا الفيديو للاخر ما بقاش طويل عليكم. تمام تمام. لان انا عارفه دلوقتي النت بقى غالي، والباقات بقت اغلى، والعيشه بقت اصعب، فكل ده احنا هنتكلم فيه النهارده. وفي الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هعمل لكم فيها افكار والله العظيم. بصوا، انا ببقى مرتبه هعمل ايه وهشتغل ايه، وبقيت بخطط للقناه اكتر من الاول، وبقيت بعمل شغل احسن من الاول. برتب كل حاجه وما بنفذهاش. لا والله يا جماعة، مش قصدي يعني، ما بنفذهاش لأسباب ما. عندي ظروف طارئة بتيجي كده على الواحد، بتخلي الواحد بصوا وبعدين كمان اليوم بقى قصير، والشغل التصوير والمونتاج وحتى شغل البيت بقى اليوم، يعني عارفين اللي هو ايه، اليوم بمسافة ما بنصحى، مسافة ما بنلاقي نفسنا بعد الظهر شوية وبعد العصر العشاء اتدنت خلاص سلام عليكم. الوقت اللي بالنهار ده راح ضاع ازاي علينا مش عارفه. الحمد لله. فهو جو الشتا كده يعني، الحمد لله اليوم قصير فيه، فمش بنلحق نعمل فيه حاجه. فالمفروض بقى ان احنا نرجع نصحى بدري ونستعيد نشاطنا من تاني، لان احنا ما عندناش مدارس اليومين دول، الولاد واخدين اجازه عندي، والدنيا تمام عندنا. الحمد لله. فعايزين نرجع بقى نصحصح تاني ونصحى بدري ونبدأ بقى ايه، نعمل لكم، عايزه اعمل لكم روتينات بدري، علشان عايزه اشجع الناس كلها اللي بتنام زي دلوقتي خلاص بقى واخدين اجازه بقى بتاعت نص السنه، بينتخوا بقى شويه، يجي يرجعوا بقى الترم التاني هيرجعوا هلكانين. لا طبعا احنا عايزين بقى نرجع ايه، نستعيد نشاطنا تاني ونبدا نصحى بدري. انا بقول بيني وبينكم يعني. فقلت بقى ايه، اغسل الاطباق بتاعتي واروق على المطبخ كده الاول قبل ما اعمل الشغل بتاعي كالعاده. يعني انتوا عارفين، اللي عارف الروتين بتاعي واتفرج عليه قبل كده عارف ان انا ما ببداش شغل في المطبخ غير لما اكون مشطبه الحوض ومروقه عليه ومخليها زي الفل، بربرق كده، لازم يكون بربرق عشان خاطر اقدر اشتغل. مش هعرف اشتغل وفي دوشه حواليا او في حاجه في الحوض، لان المطبخ اصلا الرخام والحوض صغيرين فيدوبك يعني مستحملين نفسهم بالعافيه. بس وهنا انا كنت عايزه اقول لكم ان انا غيرت السلكه، الليفه بتاعتي كنت بشتغل بالليفه اللي هي الايه، اللي هي الستانلس. تمام. فقلت بقى المره دي اغير، وجبت الليفه دي ليفه سفنجة عاديه، وسلكه من العاديه خالص، يعني بلدي على ابوه اهو،
مفيش اكتر من كده. قلت بقى ايه، لقيت الليفه دي التانية ب6 جنيه دلوقتي وب7 جنيه، دي ب3 جنيه. اه جبتها ب3 جنيه. وجايبه تمن سلك، تمام، قطعته قطع 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 كده على حجم السفنجه بتاعتي. وقلت يمكن يعني من باب التوفير هشوف كملت معايا. يعني مثلا التانية كانت بتاخد معايا اسبوع وخلاص، فقلت اجرب ديت واشوف بقى، ارجع للسلك تاني، هل السلك اوفر معايا بدل السفنجة اللي هي منها فيها كده، ونشوف. بس كده. هنا بقى كنت بعد ما خلصت المواعين كده، الولاد كانوا لسه جايين من الدروس، قلت اعمل لهم حاجة كده برضو خفيفة، شوية شاي بلبن وباكو بسكوت، بحيث ان هو يديهم طاقة برضو لو هيقعدوا يكتبوا واجب او يعملوا حاجة او يلعبوا او كاني، لان طبعا حاليا مفيش مدارس، فيومهم كله برضو ايه، ضايع كده. فقلت نعمل شوية شاي بلبن، اروق عليهم واظبطهم ونعدل دماغنا. تمام تمام. بس كده. هنا كان عندي لارنج بتاع ده، كانت ماما جايبهولي، قالت لي علشان حلو يعني وكده، وبينزل السكر والحاجات دي، فقالت لي خدي اعمليه. فجبته غسلته بقى ونقعته مرتين تلاتة كده، املى ميه وافضي واملى ميه وافضي وافتح عليه الحنفيه شويه لحد ما ينزل ايه، ميته كتير كتير كتير، عشان بيبقى مر يعني. وهنا بقى انا حطيت اسلقه. بس كده. بصوا الدنيا بقى رايقه ازاي، بصوا البوتاجاز بيلمع ازاي. عايزه اقول لكم البوتاجاز ده بيلمع من ايه. هقول لكم، الصابون السائل بتاعي، مش انا قلت لكم قبل كده في فيديو سابق ان انا كنت بستخدم، انا بستخدم مسحوق عادي، اللي هو البريل السايب بتاع المحلات، يعني مش شركات. تمام. المهم اللي هو الفرط بمعنى اصح، اللي بنشتريه بالكيلو، مش بنشتري ازازة شركة مثلا كلروكس او بريل او كده، لا. ده انا بستخدم الفرط البريل الكيلو ب5 جنيه، قلت لكم قبل كده لو تفتكروا يعني. فدلوقتي بعمل ايه، بجيب باكل اللي هو الكلوروكس الالوان ب8 جنيه، كان ب7 بقى ب8 وب9 وب10، بجيبه من اماكن يعني مش كل الاماكن دلوقتي زي بعضها. وبحط منه يعني، بملى الازازه اللي قدامكم دي للاخر، دي بتاخد كيلو معايا او الا شويه، بحط عليها يعني ايه، زي معلقتين 3 كده كلوروكس. لو عايزين بقى تمشوا بالمقدار، زي معلقتين 3. بيخلي المواعين والاستانلس والمعالق والسكاكين والشوك والحاجات اللي زي كده بتلمع بأمانة، بأمانة تحفة، أحلى من بريل الشركات كمان، وأوفر بكتير خالص. فاحنا بقى بندور على الاقتصاد اليومين دول، وبندور على الحاجة اللي هتوفر لنا. بنحاول ان احنا نعمل حاجات بسيطة، ما تاخدش مننا فلوس، ما تاخدش مننا مجهود، ما تاخدش مننا وقت، يعني حاجات كتيرة في قلب بعضها كده بنحاول ان احنا نستغلها. تمام. وانا هنا بقى كان الغدا بتاعي كان ايه، هقول لكم. كنت عندي كيس مكرونه سباكيتي كده باقي من التموين، قلت بقى الفيديو ده متسجل من اخر الشهر اللي فات، كنت عايزه انزله بس ما عرفتش اسجله، حصل ظروف ما عرفتش اسجل، فاضطريت، يعني هو ده اللي اخرني في تسجيلي فيه، كان المفروض ينزل. بس فقلت بقى ايه، كان عندي كيس مكرونه، تمام، سباكيتي، وكان عندي شويه بطاطس كده زي ما انتم شايفين، والبيض بقى، قلنا بقى ندخل حاجه بروتين في اليوم النهارده. يعني هي ما بين البنين، هي ما بقتش رخيصة، طبعا البيض ما بقاش رخيص، وكل حاجة، كل حاجة بقت غالية الحمد لله. دلوقتي كرتونة البيض عندنا بقت ب97 جنيه. ألف حمد وشكر، احنا راضيين. لا مش راضيين طبعا على الأسعار الغالية دي، مش راضيين جدا، مش راضيين مش راضيين مش راضيين مش بصوا، احنا معناش غير الدعاء، ادعوا ان الأسعار تنزل والعيشة ترجع تاني في رخاء، لأن احنا بجد العيشة ديت صعب جدا يعني، الحمد لله. بس قلت بقى ايه، اعمل شويه مكرونه كده، عشان كمان كنا اخر الشهر، وكانت البطاقه بتاعه التموين ما فيهاش عيش، وعشان اشتري كيس عيش من بره مش بيقضي. فقلت لا، افتكرت ان المكرونه موجوده والحاجات ديت موجوده في البيت، قلت بقى استغل ايه، شويه الحاجات اللي في البيت ديت عشان اشطب، لان انا ايه، عشان لما اجيب الجديد خلاص ما يبقاش عندي بقى حاجه قديمه، ما في بيش حاجه قديمه، لان المكرونه لو قعدت، عايزه اقول لكم المكرونه لما بتقعد عندي بتسوس،
عشان في المطبخ والكتمة والحاجات دي بحطها في التربو، الحاجة الاقيها بتسوس، فما بقيتش اركن حاجة على حاجة، لا بقيت اول باول بجيب اخلص اجيب تاني. ده بالنسبة للمكرونة والدقيق. الحاجات اللي بتسوس يا جماعة المكرونة والدقيق والبقوليات ديت هتجيبيها، هتعتمديها في بيتك شهريا. يعني ما تجيبيش مثلا حاجة تقولي مثلا لا مش يعني اجيب بيها بزيادة اكفي الشهر بتاعي، مش هينفع، هتسوس معاكي. لو حاجتي لو يعني انا حاجتي بحطها في التربو في المطبخ، فمكان ما فيه تهوية بس مش كويسة يعني. يعني الشباك ضعيف، ما عنديش شفاط، فطبعا مفيش تهوية كويسة، فبلاقي الحاجة بتسوس عندي، فبقول خسارة. بقيت بجيب دلوقتي استخدام الشهر بشهر بس يعني دي للمعلومة بس مش اكتر. وهنا قلت احمر لهم البيض بقى، علشان يعني بيحبوه تغيير عن ساعات في الفطار بنحطه كده، انما في الغدا بقى بنحب اعمل لهم تغيير. بس وحمرنا بطاطس وبدنجان، يعني الحمد لله كله فضل ونعم من عند ربنا. بس ده كان اخر الشهر بتاعنا اللي فات، كان اخر فيديو 2022 نزل في 2023. شفتوا فيديو خد فرق توقيت. بس كده، دي كانت الشبكة بتاعة الطرطشة بتاعة الزيت، والله ما ليها لازمة، بتطرطش برضو. انا جبتها علشان تحمي البوتاجاز وبرضو مفيش فايدة، والله بتطرطش. في حاجات كده بيطلعوها ملهاش لازمة. انا مع الجديد، بحب الحاجات الجديدة بس مش مع كل الجديد. لما بجيب حاجة جديدة ما بتعجبنيش بندم جدا ان انا جبتها. بس كده، والنهاردة قلت بقى احمر لهم في الطاسة السلستين، علشان التيفال عندي انتوا شايفينها بقى ايه، قربت تاخد سكة السلامة ونعملها باي باي. بس بقى هنا بقى ايه، نعمل لهم بقى شوية حركات، رشين شوية توابل بطاطس كده، وشوية ملح وكمون وفلفل على البيض. وادي المكرونة بتاعتنا تحفة تحفة تحفة، أكلة جميلة للي بيحبها. أنا عندي الولاد بيعشقوا المكرونة السباجيتي والبدنجان والبطاطس والحاجات دي. بس كده. هنا بقى بصوا العصافير بتاعتنا، لأن العصفور بتاعنا ميت، العصفورة ميتة في القفص، زعلنا جدا. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس يا جماعة ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. تمام، متنسونيش بقى في الاشتراك والسبسكرايب واللايكات كتير بقى، وشيروا لاصحابكم يا جماعة عشان يشتركوا في القناة. بصوا هو ضي بقى هنا طلعها، زعلان جدا وانا كنت زعلانة جدا. مفيش في ثواني لقيتها، بصوا تعبت، ريحت، اغمى عليها، مع انها كانت لسه اكله وشاربه وكل حاجه. يلا الحمد لله، الله يرحمها. كانت جميله قوي. بس كده، وهنا وصلنا لاخر الفيديو خلاص. بصوا عدي كان عمال زعلان جدا، عمال يحاول فيها يصحصحها، يعمل لها صدمات، يعمل لها كمادات، يعمل لها اي حاجه، ولا اي حاجه جايبه معاها نتيجه. قلت له خلاص هي ماتت بقى خلاص. قعدنا ندور فيها ان يكون في سبب، يعني سبب للوفاه، ما لقيناش.